الفيديو ده لأي حد بيشتغل في السيلز أو بيتعامل مع اكسل شيتس كتيرة وداتا وأرقام كتيرة جدا. تعال أقول لك إزاي في أقل من دقيقة تقدر تعمل داشبورد شكلها شيك جدا وشكلها إليجنت وفيها كل التشارتس والأناليسيز والأرقام وفيها ريبورتس واضحة وصريحة للأرقام اللي أنت شايفها كلها جوه شيت إكسل، أرقام كبيرة ومعقدة وداتا كتير. يقدر يطلع لك بشكل لذيذ جدا، وتقدر كمان تعمل لها سيف عندك داونلود، وتقدر تبعتها كمان عن طريق لينك لحد مديرك او حد من الكاستمرز بتوعك، وتبقى انتر اكتف ويقدر يستخدمها بشكل لذيذ جدا. هنفتح كلود ديسكتوب بالشكل ده او كلود على الويب، وهنيجي هنا نلاقي في شيت اكسل انا عملته موك اب داتا لمحل ملابس، فيها مجموعة اقسام، فيها اسم المنتج، سعر الوحدة، التكلفة الوحدة، الكمية المباعة، وهكذا. كل الارقام والداتا بالشكل اللي انت شايفها ده. فمحتاجين نعمل من ده داشبورد شكلها لذيذ جدا، تقدر تطلع لنا ريبورت شكله شيك ونقدر انتر اكتف، واقدر افلتر في الداتا دي واعرف منها شوية ارقام، وكمان اقدر اشيرها مع حد تاني بعد كده. فهنفتح كلود وناخد شيت الاكسل بتاعنا اللي احنا نزلناه من هنا بالشكل ده، وبعدين هنستخدم سكيل موجودة جوه كلود اسمها build dashboard، وهقول له create an elegant dashboard with all needed filters، وهبعت البرومبت وهشوف هيطلع لي ريزلت شكلها عامل ازاي. هنلاقي بعد ما خلص طلع لنا هنا لوحة تحليل المبيعات، اجمالي المبيعات، كل البيانات قد ايه، وطلع طبعا الداشبورد بالعربي وعوامل التصفية الرجالي والحريمي والأطفال، وتقدر تعمل سيرش جواها، وتقدر تحدد الكمية اللي انت محتاجها، الحد الأدنى لهامش الربح إن كان فيه ربح، وتقدر تحدد نطاق سعر الوحدة، وتحدد هامش الربح، صافي الأرباح، أعلى 10 منتجات، وهكذا. تبدأ تنزل تحت هتلاقي مبيعات والتشارتس طالعة لك بالشكل اللي انت شايفه ده، وتقدر تفلتر فيها براحتك، وتوزيع المبيعات والتشارتس، وهنا هامش الربح مقابل حجم المبيعات، وتشارتس كتيرة جدا. وهنا جايب لك تفاصيل المنتجات، منتج منتج، وهامش الربح بتاع كل منتج، واجمالي التكلفة، وهكذا. طبعا هنا تقدر تكستمايز فيها زي ما انت عاوز، تقدر تديله تقول له يزود لك تشارتس معينة، وكمان تقدر لو عندك لوجو بتاعك والايدنتيتي بتاعتك فيها الالوان والكالر باليت واللوجو والحاجات دي كلها، فتقدر تعمل الداشبورد دي تبقى كاستمايزد ليك انت للشركه بتاعتك بشكل كاستمايزد وبشكل بسيط في اقل من دقيقه. ويقدر يعتمد على اكتر من شيت اكسل، مش بس شيت اكسل واحد. وكمان تقدر تيجي من هنا تقدر تعمل له لو حابب ان انت تشير لينك معين للداشبورد دي مع مديرك او مع حد من الكلاينتس بتوعك، او مع حد معاك في الشغل او وات ايفر، تقدر تعمل ببلش از ارتفاكت من هنا، وهو ده اللينك اللي موجود. تقدر تعمل له ببلش وكوبي لينك، وتاخد اللينك ده تديه لحد بالشكل ده، تعمل كوبي لينك من هنا، وتيجي هنا تحط اللينك اللي معاك. هتقدر ان انت تشوف الداشبورد بتاعتك بالشكل اللي قدامك ده، ويقدر يفلتر ويختار داتا معينة، والداتا قدامه تتغير على التشارتس كلها والارقام وكل حاجة. ولو حابب تعرف اكتر عن كلود كود وعن ازاي تستخدمه، وازاي لو انت بتشتغل في مجال السيلز او المبيعات تقدر تعمل ريبورتس بشكل شيك جدا وكستمايزد جدا للشركة بتاعتك، ما تنساش تبعتلي.